معانا مواضيع النهارده مهمة عايزين نتكلم عليها، بالنسبة لموضوع كريستيانو رونالدو وانتقاله للنادي الأهلي، النادي الأهلي ما طلبش من الهيئة العامة للترفيه في السعودية إن كريستيانو رونالدو يكون متواجد مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ولا النادي الأهلي هيطلب، من الآخر، النادي الأهلي لو عرض عليه كريستيانو، النادي الأهلي مش هيمنع وهيوافق على الطلب، تمام؟ إنما النادي الأهلي مش هيطلب من هيئة الترفيه السعودي إن هو يتعاقد مع كريستيانو في فترة كأس العالم للأندية، عشان تكون عارف بس مقدمة في المعلومات تكون أول واحد عارف. النادي الأهلي مش هيطلب كريستيانو خالص، تمام. الموضوع التاني معانا مدرب حراس فالنسيا، مدرب حراس فالنسيا خلّص كل حاجة مع فالنسيا الانتقال للنادي الأهلي، الجهاز الفني مع خوسيه روبيرو لتدريب النادي الأهلي إن شاء الله. هو خلّص كل حاجة وأعتقد هو وصل القاهرة أو خلال ساعات هيكون متواجد في القاهرة ل مع الجهاز الفني اللي هو خوسيه روبيرو، يبقى كده مش باقي غير هو مدرب المساعد بتاع أورلاندو بايرتس وعلى ما أعتقد في مدرب تاني، فهو خلال الساعات الجاية والأيام الجاية هيتم حسمهم إن شاء الله، تمام. بالنسبة لمباراة النادي الأهلي اللي كانت النهارده ضد فريق الشباب، النادي الأهلي كسب النهارده 2-1 على فريق الشباب، جون بيحيى عطية الله ومش متذكر الجون التاني مين اللي سجله، جون يحيى عطية الله اللي كان عامل الأسيست علي معلول عمل له أسيست النهارده، ويحيى عطية الله هو اللي سجل الهدف، تمام. النهارده برضه شهدت عودة لعيبة كتير في المشاركة من الإصابة، عندك كريم فؤاد، وعندك يحيى عطية الله برضه لسه راجع من الإصابة، وعندك أشرف داري نزل كبديل، تمام. وعندك عمر كمال وعمر السعي وأحمد رضا وأشرف داري وخالد عبد الفتاح وعلي معلول، أشرف داري وخالد عبد الفتاح وعلي معلول دول شاركوا خلال المباراة في الوقت بدل الضايع يعني، نزلوا في التبديلات، تمام. اللي سجل هدف زي ما قُلت لك يحيى عطية الله هو اللي